ما عندي شو مش نساند. ما تحبش المغرب مثلا تربح المانيا؟ نفرحوا لها تفرح لها كهو، ما عندها من ساند. هما المغرب اذا ربحت ولا جات يربحوا لرواحهم كابتن، هما شغلهم، هما التطور تاع الكره هما اللي وصلهم غاديكا. هذايا معناها شغلهم هما، مش احنا. مش العروبه يعني ما دخل العروبه المونديال، ما دخل العروبه في تألق المغرب. وصلت دومي فينال، ما دخل العروبه. صفر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدا اتمنى انكم تدعمونا بلايك الفيديو، خليوا لي التعليقات ديالكم في الموضوع. الناس اللي ما مشاركينش معايا في القناه اتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. وعلى بركة الله نخليكم مع الفيديو اللي راح نستمعوا فيه كيف دافع محللين تونسيين على ما قاله وليد الركراكي في الندوة الصحفية امس قبل مباراة جنوب افريقيا في ثمن نهائي كأس افريقيا بالكوت ديفوار. وليد الركراكي حطوا عليه السؤال على خروج المنتخبات العربية من كأس افريقيا بالكوت ديفوار، وقالها قال انا اتاسف على الخروج ديالهم، ولكن حاليا انا مهتم بالمنتخب الوطني المغربي ولا اهتم بشيء اخر، فقط التركيز على المنتخب الوطني المغربي وامثل المغرب والدرابو ديال المملكه المغربيه. لكن بعض المنابر الاعلاميه خرجت قالك علاش وليد الركراكي قال بانه كيمثل فقط على المغرب ما كيمثلش العرب، وحنا كجماهير عربيه وكالاعلام العربي كيدعموا. حنا كنعرفوا وليد الركراكي دائما في التصريحات ديالو كيكون عفوي، دائما في التصريحات ديالو كما قال الاعلام التونسي، يعني هذا المدرب ما عندوش الوجهيات وما كيتكلمش بالشعارات الخاويه كما كنشوفوا بعض المنابر الاعلاميه الاخرى اللي كيتكلموا فقط بالشعارات باننا نساند فلسطين نساند المنتخبات الاخرى، ولكن كتبقى فقط شعارات خاويه. لكن الاعلام التونسي برافو، كلام رائع، يعني اعتراف بالواقع واعتراف بان المدرب المغربي تكلم من القلب ديالو وبدون وجهيات. وهذاك الشيء اللي قال لك معقول بانه كيمثل فقط البلد ديالو، لانه حقق انجازات في المونديال ديال قطر اكيد واحتفلوا معه الجماهير العربيه والكثير ساند المنتخب الوطني المغربي. ولكن اليوم وليد الركراكي في الندوات الصحفيه دائما يخفي كثير من الاوراق، منها اوراق نفسيه. انا ما نديرش عليا ضغط، انا ما نقولش بانني امثل المغرب وامثل العرب وندير عليا واحد الضغط باش اننا نقدر ما نقدمش المستوى اللي كينتظروه مني المغاربه اولا وعاد العرب. الوليد الركراكي كيتفادى مثل هذه الامور، ولكن ان شاء الله بحول الله نتمنوا له التوفيق في المباراه هذا المساء امام جنوب افريقيا، ونربحوا ان شاء الله ونوصلوا نحققوا انجاز. واكيد حنا خوتنا العرب دائما مساندين اكيد ودائما كيدعموا المنتخب الوطني المغربي. اما كلام الركراكي فقط كما قال في القضيه ديال عمروش، نهار اللي جا واحد الاعلامي حط عليه واحد السؤال قال له وليد الركراكي شنو تقول على التوقيف ديال عادل عمروش او الكلام اللي قالوا عادل عمروش على الجامعه الملكيه المغربيه وعلى فوز القجاع والاتهامات اللي وجهها المسؤولين ديال الكره في المغرب. شنو قال وليد الركراكي؟ قال له اودي انا هذا الكلام هذا لا اجيب عنه، ستجيب عنه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، انا اركز على المباراه وعلى المنتخب. وهذا ما حدث امس في الندوه الصحفيه. وليد الركراكي كيركز على المنتخب وكيمثل المغرب وكيمثل الدرابو ديال المغرب وكيتقاتل باش يشرف المملكه المغربيه اولا في المحافل القاريه والعالميه. واكيد الجماهير العربيه ستساندنا ان شاء الله بحول الله كما ساندنا احنا المنتخب المصري والمنتخب الموريتاني والمنتخب التونسي، جميع هذه المنتخبات العربيه ساندناهم، وكذلك حتى المنتخب الجزائري، لان بعض المنابر في الجزائر فقط الشعارات. وهذا ما قاله الاعلام التونسي، قال لك بعض المنابر يعني وليد الركراكي يتكلم بالمنطق وتكلم بالقلب ديالو بدون وجهيات وبدون شعارات